للي مش عارفين، في مكان غامض الناس بتتكلم عنه من زمان في الحكايات القديمة. بيقولوا إنه جنة موجودة في أقصى شمال العالم، في مكان دلوقتي كله تلج وبرد شديد، بس اللي ممكن تشوفه هناك. اسم المكان ده هو هيبربوريا، وطبقاً لبعض المعتقدات القديمة المكان ده مش مجرد أرض عادية. في ناس بتقول إن اللي كانوا عايشين هناك زمان ممكن يكونوا مرتبطين بأول حضارة متقدمة في تاريخ البشرية. بس إيه هي فعلاً هيبربوريا؟ ومين هم اللي بيتسموا الهيبربوريين؟ ولو فعلاً كانوا موجودين ليه اختفوا فجأة؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. بس قبل ما نكمل ياريت تدوس لايك على الفيديو ده بيفرق معانا جدا كصناع محتوى. شكرا جزيلا لكم. تخيل لو القطب الشمالي اللي نعرفه دلوقتي ما كانش دايما متجمد. تخيل لو تحت طبقات الجليد السميكة اللي مغطياه دلوقتي كان في حضارة مزدهرة زمان. هتصدق ده؟ حضارة كانت متقدمة جدا لدرجة إن الإغريق القدماء وصفوها كأنها جنة في آخر الدنيا، ودي اللي سموها هايبربوريا، وبيقولوا في حكاياتهم إنها أرض النور اللي ما بيخلص. مكان تقريبا ما بيعرفش الشتاء القاسي، ما فيش حروب، ما فيش أمراض، والناس هناك عايشين في سلام وأعمارهم طويلة. بالنسبة لناس كتير دلوقتي الكلام ده شبه الخيال، كأنه مجرد أسطورة اخترعها اليونانيين. ولفترة طويلة جدا فعلا ده كان رأي أغلب الناس، بيقولوا إنها مجرد قصة مبالغ فيها من ناس زمان كانوا بيحبوا يخترعوا حكايات عن الآلهة وأماكن غامضة. بس في مشكلة واحدة، كل ما العلم الحديث بيتعمق أكتر في دراسة الأرض زمان في حاجات بتبدأ تظهر واحدة واحدة. بعض الدراسات الجيولوجية اكتشفت إنه في العصور القديمة كان في أوقات المناخ في المنطقة القطبية الشمالية كان أسخن من دلوقتي. في بعض الفترات اللي اسمها فترات الدفء الحلوسيني القطب الشمالي ما كانش كله تلج، كان في أماكن هناك خضراً، وكان في غابات، وممكن كمان كان في مناطق يقدر الإنسان يعيش فيها. فجأة بقت قصة هايبربوريا أكثر إثارة للاهتمام. تفتكر لو الأسطورة دي مش مجرد خيال؟ تفتكر لو دي كانت ذكرى قديمة قوي لعالم حقيقي اختفى من التاريخ؟ لو مصر وسومر عندهم حكايات عن حضارات متقدمة ضيعة زي أتلانتس، ممكن يكون عند الإغريق كمان نسخة خاصة بيهم من الحكاية دي. وهنا كل حاجة بتبقى أغرب أكتر، عشان حسب شوية كتابات ودراسات قديمة عن هايبربوريا الأرض هناك مش بس جميلة، الكائنات اللي عايشة هناك كمان مختلفة، طويلين، شكلهم منور، وبيعيشوا عمر أطول من الإنسان العادي. وفي كمان شوية حكايات بتقول إنه عندهم معرفة وتكنولوجيا شبه مستحيل يوصلها العالم القديم. هما مش عايشين بس عشان البقاء، بالعكس عايشين حسب حركة السماء، النجوم، وقوانين الكون. زي حضارة متقدمة جدا وفي نفس الوقت مرتبطة بالطبيعة بشكل كبير. بس لو الناس دول فعلا كانوا موجودين ليه ما فيش أي أثر ليهم دلوقتي؟ بالنسبة للإغريق زمان هايبربوريا ما كانتش مجرد قصة خرافية، كانوا مصدقين إنها مكان حقيقي، واسمها نفسه معناه أبعد من بوريوس، إله الرياح الباردة اللي جاية من الشمال. يعني هايبربوريا كانت في جزء أبعد من الشمال، أبعد من الأماكن اللي بتوصلها رياح الشتاء الشديدة. بس في تفصيلة تانية كانت دايما بتتكرر في حكاياتهم. في هايبربوريا الشمس تقريبا ما بتغيبش، وعشان كده بعض الشعراء اليونانيين القدام زي بندار وصفوا المكان ده كأنه جنة، وكأنه الليل مش موجود فيه. زمان كان صعب حد يصدق الكلام ده، بس دلوقتي احنا عارفين ان فيه تفسير علمي للموضوع ده. في الأماكن اللي فوق الدائرة القطبية الشمالية فيه شهور فعلا الشمس ما بتغربش فيها تقريبا. بالنسبة للإغريق القدماء اللي كانوا عايشين قريب من البحر المتوسط، الظاهرة دي أكيد كانت بالنسبة لهم زي السحر، وبالنسبة لهم ده كان دليل إن في حضارة حقيقية في الشمال البعيد، مجتمع كأنه عايش بين الأرض وعالم تاني شبه السماء. بس بالرغم من كده كان في مشكلة كبيرة بخصوص هايبربوريا، تقريبا محدش كان يقدر يروح هناك. حسب شوية حكايات قديمة كان في حاجة كده بتمنع أي حد يحاول يدور على المكان ده. أوقات كانت جبال خطيرة جدا
هي اللي بتمنع المسافرين، وأوقات تانية كانت عواصف قوية جدا هي اللي بتوقفهم، وكل ما الوقت بيعدي المكان بيبقى أكتر غموض. الفيلسوف فريدريش نيتشه كتب عن الموضوع ده زمان، وبيقول نيتشه إنك مش هتلاقي الطريق للهايبربوريين لا في البحر ولا في البر. لما تبص عليها الأول وهلة هتحس إنها جملة شعرية بسيطة، بس بالنسبة لبعض المؤرخين الجملة دي ليها معنى أعمق بكتير، لأنه مع زيادة السجلات القديمة عن الرحلات للشمال بيظهر برضو بشكل متكرر إنه في ناس حاولوا يوصلوا للهايبربوريا، بس دايما كان في حاجة بتمنعهم قبل ما يوصلوا. والأغرب من كده في شوية شهادات بتقول إن في ناس فعلا قدروا يوصلوا هناك. واحد من أشهر الناس اللي كتبوا عن الموضوع ده هو ديودور الصقلي، وبيقول إن في جزيرة ضخمة جدا في أقصى الشمال، بيقول إنها تقريبا قد صقلية في الحجم، فيها أراضي خصبة وسهول واسعة ومعابد ضخمة جدا شكلها مش من صنع البشر العاديين. وقال كمان إن في حجاج بيروحوا هناك عشان يكرموا أبولو، لأن بالنسبة للهايبربوريين أبولو هو أهم إله عندهم. وهنا كل حاجة بتزداد غرابة. لو كانت هايبربوريا مجرد أسطورة، ليه الوصف عنها دقيق قوي كده؟ ليه فيه اتجاهات محددة، وفيه حجم للجزيرة، وفيه معابد، وفيه طقوس، وكمان فيه رحلات حج؟ لأنه عادة لما تكون القصة خيال بحت بتكون كلها رموز بس في حالة هايبربوريا كأنه الإغريق كانوا بيوصفوا مكان حقيقي، كأنهم كانوا عارفين إن فيه أرض فعلا موجودة في الشمال البعيد. السؤال الحقيقي هو ليه المكان ده مخفي؟ بس مش بس موقع هايبربوريا هو السبب في شهرتها، الناس اللي عايشين هناك نفسهم كانوا أكثر غموض. حسب الكتابات القديمة الهايبربوريين كانوا ناس غريبين، كانوا طوال، بشرتهم فاتحة وكأنهم مش بيكبروا في السن، وكانوا عايشين حياة مرتبطة بالطبيعة بشكل كبير. ما فيش حروب، ما فيش أمراض خطيرة، وتقريبا ما فيش معاناة. وبيقول بندار إن حياة الهايبربوريين كانت مليانة غنى ورقص وقرابين. بالنسبة للعصر الحديث الكلام ده صعب حد يصدقه، إزاي في حضارة كانت مسالمة وسعيدة للدرجة دي؟ بس على حسب بعض الباحثين وخبراء الأساطير فيه رمزية أعمق في الموضوع ده. ممكن القصة مش بس بتتكلم عن ناس سعداء في الشمال، ممكن يكونوا بيمثلوا نوع أرقى من البشر، ناس لسه ما وصلهمش الفساد ولا خراب الدنيا. ولو في حتى جزء صغير من الحقيقة في الكلام ده، يبقى ممكن هايبربوريا مش مجرد أسطورة، ممكن كمان يكون ده بداية منسية لحضارة البشر. وهنا بيزيد الغموض أكتر. مين فعلا هم الهايبربوريين؟ وليه تقريبا كل الكتاب القدام اللي اتكلموا عنهم وصفوهم بنفس الطريقة؟ حتى هيرودوت واحد من أقدم المؤرخين في اليونان كتب عنهم. على حسب كلامه الهيبربوريين كانوا قوما مضيئين عائشين وراء الرياح الشمالية في مكان الشمس فيه بالكاد بتغرب. وفي نفس الوقت على حسب بندار واضح إنهم مش بشر عاديين، مش بيمرضوا بسهولة، وكمان مش بيكبروا بسرعة. عمرهم بيعيشوا لمئات السنين، حياتهم كلها بتدور حوالين الموسيقى، الولائم والطقوس الروحية. كأنها حضارة مش عايشة في خوف لكن في توازن. وكمان شكلهم غريب، طوال وبشرتهم بيضاء، وكأن عندهم طاقة غريبة في جسمهم. وفيه كمان قصص بتقول إنهم ممكن يعيشوا حوالي 1000 سنة. وهنا بيجي سؤال مقلق، يا ترى لو كان عند الهايبربوريين سر إزاي يطولوا عمرهم، واللي العلم الحديث لسه بيحاول يفهمه دلوقتي، بس لسه مش ده كل الغموض اللي حواليهم. لأنه حسب الأساطير اليونانية مش بس البشر اللي كانوا معجبين بالهيبربوريين، حتى الآلهة نفسهم كانوا معجبين بيهم. واحدة من أهم القصص عن الموضوع ده مرتبطة بأبولو، إله النور والموسيقى والنبوءة. حسب الأسطورة أبولو كان بيزور هيبربوريا كل 19 سنة، وكل مرة بيروح هناك بيقال إنه بيستعيد قوته وبيبقى أصغر في السن، وبيكون فيه احتفالات كبيرة وطقوس، وبيقولوا إنه هناك بيقابل الناس اللي اختارهم. لكن أكتر حاجة مميزة
إن الهايبروريين مش بيعبدوا بدافع الخوف. هم مش زي الناس العاديين اللي بيركعوا قدام الآلهة. بالعكس، بيعاملوا الكائنات الإلهية كأنهم زيهم بالضبط، كأن حضارتهم لها علاقة خاصة مع آلهة العالم القديم. في كمان حكايات بتقول إن الهايبروريين كانوا بيبعتوا قرابين مقدسة لدلفي، وحسب الأسطورة الحاجات دي كان بيجيبها يا إما البجع يا إما بنات مختارات، كانوا بيبقوا رسل للهدايا المقدسة. ومع مرور الوقت بدأت تتكون علاقة بين هايبروريا وقلب الديانة اليونانية، وكأن الأرض البعيدة في القطب الشمالي كانت مرتبطة مباشرة بالقلب الروحي للعالم اليوناني القديم. وهنا بيجي سؤال مفاجئ: لو أبولو واحد من أهم الآلهة في اليونان، ليه كان بيحب يرجع للأرض الغامضة في الشمال أكثر من إنه يقعد مع اليونانيين نفسهم؟ ليه كان عنده ارتباط خاص مع الهايبروريين؟ ممكن يكون الحضارة دي أهم بكتير مما إحنا متخيلين. وكلما المؤرخين بيدرسوا الأساطير القديمة بتاعة الثقافات المختلفة بيظهر نمط غريب بيتكرر كل شوية، لأنه قصة هايبروريا مش موجودة بس في اليونان. في حضارات قديمة مختلفة في أوروبا وآسيا فيه قصص شبه بعض عن أرض قوية في أقصى الشمال. في النصوص الفيدية في الهند فيه مكان اسمه أوتاراكورو، بيقولوا إنه جنة في الشمال عايشين فيها مخلوقات منورة وغريبة. وفي الأساطير النوردية فيه قصة عن أسغارد وآلهة الإيسير، وهم مخلوقات قوية برضه لهم علاقة بجزء الشمالي من العالم. وكمان في فارس القديمة فيه أسطورة عن إريانا بيغا، وده المكان اللي بيقولوا إنه الوطن الأصلي لأجدادهم في أرض شمالية باردة. ولما تجمع كل القصص دي مع بعض هتلاقي إن في تفصيلة واحدة تقريبا مشتركة بينهم كلهم. دائما فيه عرق من ناس طوال القامة، أعمارهم طويلة ويبان عليهم إنهم أكثر تطور. بيقولوا إنهم حراس معرفة أعلى. وهنا بيجي الاحتمال المقلق: إيه لو كل الأساطير المختلفة دي ما هي إلا شظايا ذكريات من حضارة واحدة؟ وإيه لو الحضارة دي هي هايبربوريا؟ كل ما بنتعمق في الكلام عنها دور أبولو في القصة كلها بيزداد غرابة. كل طفل يوناني زمان كان عارف أبولو إله النور والموسيقى والنبوءة. ما كانش بيقعد في دلفي طول السنة، كل شتاء كان بيتقال إنه بيسافر للشمال رايح هايبربوريا، وطبقا للأساطير هناك بيرجعوا له قوته من تاني. فكر في ده، حتى إله النور في اليونان كأنه بياخد قوته من حضارة مخفية ورا ريح الشمال. ده ما كانش مجرد حكاية خرافية لليونانيين زمان، ده كان جزء من طقوسهم الدينية ومعتقداتهم. وعشان كده في بعض المؤرخين بيعتقدوا إن ممكن فعلا اليونانيين كانوا عارفين إن في طائفة قوية أو مجتمع متقدم في أقصى الشمال. بس الموضوع مش واقف عند كده. حسب كلام ديودور الصقلي كان في معبد ضخم جدا للإله أبولو، وكان أكبر حتى من أي معبد موجود في اليونان. كتب الكلام ده في كتابه اللي اسمه المكتبة التاريخية. وأغرب حاجة في الموضوع حسب وصفه تصميم المعبد كان دائري وكان متوافق مع حركة السماء، وهنا كل حاجة بتبقى أكثر غموض، لأن بعد كده اكتشفوا هياكل في أماكن مختلفة في العالم ليها نفس مبادئ التصميم، زي ستونهنج في إنجلترا، وكمان بعض المعابد الشمسية في مصر، كلهم شبه مرتبطين بالشمس والنجوم وحركات السماء. بس إزاي حصل كده؟ إزاي الحضارات اللي بينهم آلاف الكيلومترات كان عندهم نفس المعرفة تقريباً؟ في بعض الباحثين اللي بيعتقدوا إنه ممكن يكون فيه مصدر واحد للمعرفة دي، وبيقول بعضهم إنه المصدر ده ممكن يكون هايبربوريا. في العصور القديمة كان الإغريق خايفين جداً من المستقبل، عشان كده كانوا دايماً بيروحوا يستشيروا العرافين. كانوا بيعتقدوا إنه العرافين عندهم قدرة يشوفوا المستقبل. بس حسب بعض الحكايات القديمة القوة دي كانت مرتبطة بالمعرفة الهايبربورية. هيرودوتس كمان كتب إن العرافة المشهورة بتاعة دودونا ممكن تكون جاية أصلاً من تأثير الهايبروريين. وهنا الغموض بيزيد أكتر، لأنه عرافة دلفي اللي كانت بتأثر زمان في الحروب والسياسة وتوسع اليونان كانت مرتبطة مباشرة برحلة أبولو للشمال.
ولما أبولو كان بيسافر لهيبربوريا في الشتاء كان بيضعف كمان اللهب المقدس في دلفي، ولما بيرجع في الربيع بيرجع كمان قوة النبوءة. كأن الدورة دي بتلمح لحاجة معينة، إن قدرة الإغريق نفسهم على رؤية المستقبل مرتبطة بالهيبربوريين، ولو الاتصال ده اختفى الآلهة كمان هيسكتوا. عشان كده دلوقتي أكتر، يا ترى الهايبربوريين دول مجرد ناس أسطوريين من الشمال وبس، ولا هم فعلا المصدر الخفي لبعض من أهم المعتقدات في اليونان الكلاسيكية؟ بس مش الدين والأساطير بس اللي ارتبطوا بهايبروريا. حسب بعض القصص القديمة والنظريات الحديثة بيقولوا كمان إنه كان عندهم تكنولوجيا صعب جدا نصدقها. في بعض النصوص القديمة هايبروريا مش مجرد مكان متجمد بسيط، بيقولوا إنها كانت مملكة متقدمة ومضيئة، وكانت بتستخدم الكريستالات كمصدر للطاقة. فيه حكايات عن أبراج كوارتز عملاقة كانت بتطلع ترددات هارمونية. وعلى حسب شوية نظريات، الهايبروريين كانوا بيستخدموا مجالات الطاقة الطبيعية للأرض. الأبراج الكريستالية دي ما كانتش مجرد زينة، في ناس بتصدق إنهم كانوا فاهمين فكرة تقنية الكهروضغطية، يعني استخدام الضغط على الكريستالات عشان يولدوا طاقة. شكلها خيال علمي لما تسمعها، بس لحد دلوقتي التأثير الكهروضغطي فعلاً بيستخدم في التكنولوجيا الحديثة. عشان كده لبعض الناس ممكن يكون في جزء من المعرفة القديمة دي كان موجود فعلاً زمان. تخيل كده، مدن مش بتستخدم النار كضوء، لكن بتستخدم الاهتزاز ورنين الطاقة. في كمان حكايات بتقول إنهم كانوا بيستخدموا الصوت وتناغم الكريستال للعلاج، كانوا كأنهم بيظبطوا جسم الإنسان زي آلة موسيقية. وحسب الأساطير تقريباً ما فيش أي آثار جانبية لطريقة علاجهم، بس لحد دلوقتي ما فيش أي دليل قوي يثبت إن التكنولوجيا دي كانت موجودة فعلاً. وهنا الحوار بين التاريخ والعلم والأساطير بيبقى أعقد، لأن حتى في العصر الحديث القطب الشمالي لسه غامض. فيه قراءات من الأقمار الصناعية بتوضح إن في شذوذات مغناطيسية غريبة في بعض المناطق هناك، وفي أماكن البوصلة بتلف فيها بشكل غير طبيعي. وفيه كمان مناطق فيها نشاط كهرومغناطيسي قوي جدا مقارنة بالطبيعي. وبحسب العلماء التقليديين ممكن يكون ده تأثير تحرك الأقطاب والنشاط الجيولوجي الطبيعي. بس بالنسبة لبعض الباحثين المستقلين فيه احتمال تاني. تخيل لو لسه فيه آثار لتكنولوجيا هايبربوريا القديمة مدفونة تحت الجليد الكثيف ده. وكل ما النظريات عن الهايبربوريا بتتعمق أكتر، كل ما القصص عنها بتبقى أكتر استحالة. وفيه أساطير قديمة كمان عن اللي بيسموها آلات الشمال، أنظمة قديمة بيقولوا إنها كانت بتقدر تتحكم في المناخ وتوازن المجال المغناطيسي للأرض. في زماننا دلوقتي بنسميها بس شذوذات، حاجات غريبة بتحصل والعلم مش دايما بيقدر يفسرها بسرعة. بس يا ترى لو الشذوذات دي كانت آخر أثر للتكنولوجيا القديمة، زي الصدى هادي جاي من حضارة اختفت من زمان. فيه شوية مستكشفين وباحثين اتفاجأوا بظواهر شفق قطبي غريبة في القطب الشمالي، مع إن مفيش نشاط شمسي المفروض يسبب ده، كأنه في حاجة بترد من تحت التلج. وهنا بيزيد الغموض أكتر. لو فعلا هايبربوريا مرتبطة بالشبكة المغناطيسية للأرض، ممكن تكون القراءات الغريبة في القطب الشمالي مش مجرد ظاهرة عادية. تخيل لو ده جزء من شبكة طاقة قديمة مدفونة تحت التلج من زمان. ولو ده حقيقي يبقى الشمال المتجمد مش ميت فعلا، ممكن يكون في نظام لسه نايم تحته مستني حد يكتشفه من جديد. بس الموضوع بقى أغرب لما بعض الباحثين لاحظوا التشابه بين هايبروريا وحضارة تانية مفقودة، أتلانتس. بيقولوا إنه الاتنين كان عندهم مدن متقدمة مصطفى على شبكة طاقة، وبرضو الاتنين متصلين بالكريستالات والطاقة المغناطيسية. في اللي كتبوا أفلاطون عن أتلانتس ذكر حاجة اسمها النار اللي طلع من الأرض، نوع من الطاقة بيمر من خلال هياكل كريستالية. وعلى حسب شوية حكايات قديمة عن هايبروريا كانوا بيستخدموا نفس النوع ده من الطاقة بس بشكل أكثر تطور. عشان كده
في ناس بتعتقد إن ممكن أتلانتس وهايبروريا ما كانوش حضارتين مختلفتين فعلاً، ممكن يكونوا جزء من كون عالمي واحد. حضارة كانت موجودة في العصور القديمة، ولما حصلت الكارثة الكبيرة كل أسطورة سجلت نسخة مختلفة من نفس الكارثة. في أتلانتس القصة عن فيضان كبير وغرق المدينة، أما في هايبروريا القصة عن تغيير شديد في الأقطاب وتجمد الشمال. لكن يمكن يكونوا الاثنين بيتكلموا عن سقوط عالم متقدم واحد. لو كده شبكات الكريستال وتكنولوجيا الغامضة تحت جليد القطب الشمالي جزء من تاريخ أكبر مفقود. تاريخ بيقول إنه الإنسان كان عايش متصل بالكوكب نفسه، بس الحكايات الغريبة عن الهايبروريين لسه ما انتهتش هنا، لأنه حسب بعض الأساطير هم ما كانوش محتاجين يتكلموا عشان يفهموا بعض. في الهايبروريا كان التخاطر العقلي عادي، يعني التواصل من عقل لعقل زي أفلام الخيال العلمي، بس بالنسبة ليهم ده كان وسيلة عادية جدا للكلام مع بعض. حسب بعض الروايات اليونانية كان عقل الهايبروريين صافي جدا وواضح، مفيش كذب مفيش خداع، ولما تفكر فيها فعلا مستحيل تقريبا تكذب لو الناس التانية سامعين اللي جوه دماغك. فكرة مجنونة لما تفكر فيها، لكن اللي أغرب من كده فيه دراسات حديثة عن تزامن موجات المخ وتشابك الكم بتقول إنه ممكن فعلا يحصل اتصال بين عقول البشر بطريقة غريبة. في تجارب بتبين وجود الاتصال ده، الشخص ممكن يحس بمشاعر شخص تاني حتى لو بعيد عنه. العلم لسه ما فهمش الموضوع ده بالكامل، لكن ده كفاية يخلي بعض الناس يسألوا يا ترى ممكن يكون في قدرات عند الهايبروريين لسه العالم الحديث بيكتشفها من جديد دلوقتي. في كمان ناس بيسموا الحاجات دي ظواهر باراسايكولوجية، قدرات بيقولوا إنها مرتبطة بالوعي. تخيل حضارة كل الناس فيها نواياهم واضحة لبعض، مكان السلام فيه مش محتاج قوانين علشان يتنفذ، لكن اللي بيحافظ على السلام هو وعي الناس نفسهم. إيه رأيك لو الهدوء والوحدة اللي عندهم مش مجرد اختيار ثقافي، لكن نتيجة طبيعية للترابط الذهني بينهم؟ بس مع مرور الوقت الحكايات بقت أغرب وأغرب، لأن حسب بعض التقاليد القديمة الهايبروريين مش محدودين بالجسم المادي بس، بيقولوا إنهم يقدروا يسافروا باستخدام وعيهم نفسه، زي تجربة الخروج من الجسد. في حكايات عن الشمان اللي بيدخلوا في حالة استغراق، ورهبان التبت اللي بيستخدموا اليوغا بتاعة الأحلام. وكمان في مصر في مفهوم الباسل، جزء من الروح يقدر يسافر بعد الموت. بس فكر في ده، إيه لو في هايبربوريا القدرات دي كانت عادية؟ إيه لو حضارة كاملة كانت تقدر تخرج من أجسامهم وتسافر بوعيهم بس؟ لو كده ممكن فعلا يكونوا قادرين يراقبوا العالم وحتى النجوم من غير ما يتحركوا من مكانهم. وهنا بيجي سؤال تاني مقلق، ماذا لو كانت دقة بعض الخرائط القديمة الشديدة سببها إنهم ما استخدموش سفن عشان يعملوها؟ ماذا لو كانوا استخدموا عقلهم نفسه؟ في بعض الباحثين في نظريات المؤامرة بقالهم فترة بيسألوا إزاي بعض الخرائط القديمة عرفت شكل القارة القطبية الجنوبية تحت الجليد، لأنه حسب التاريخ التقليدي ما كانش فيه تكنولوجيا وقتها عشان يشوفوا ده. عشان كده في ناس بتعتقد إنه ممكن يكون فيه حضارة مفقودة، وكان فيه رحلات استكشافية معروفة عند الحضارات القديمة، وممكن يكون هايبروريا جزء من ده. في المرحلة دي الحاجات اللي كنا بنسميها زمان هلوسة أو خيال فجأة بتبان كأنها ممكن تكون معرفة ضيعة. بس لسه مش دي أكتر حاجة جريئة اتقالت عن الهايبروريين، لأن حسب بعض الحكايات مش بس كانوا بيستخدموا التخاطر، وكانوا كمان يقدروا يتحكموا في المادة بعقلهم. أيوة، في أساطير بتقول إنهم كانوا يقدروا ينقلوا صخور ضخمة ويخلقوا طاقة وحتى يشفوا الجروح بمجرد وعيهم. يتهيأ لي ده مستحيل، بس رغم إنه الموضوع مثير للجدل في شوية تجارب عن التحريك الذهني في العصر الحديث اللي أظهرت تأثيرات صغيرة لكن متكررة لعقل الإنسان على الأشياء المادية. العلم السائد لسه ما اعترفش بده، لكن ده كان كفاية علشان يحيي السؤال القديم من جديد. إزاي الناس القدام زمان قدروا يبنوا الهياكل الضخمة دي من غير ما يكون عندهم أوناش أو آلات حديثة؟ إزاي نقلوا الحجارة اللي وزنها مئات الأطنان؟ وإزاي قدروا يلزقوا الحجارة جنب بعض بشكل ضيق جدا
لدرجة إن حتى شفرة رفيعة مش بتدخل بينهم. لحد دلوقتي ده لسه لغز لكثير من المهندسين وعلماء الآثار، وفيه ناس بيعتقدوا إن ممكن تكون تقنيات الهايبروريين المفقودة هي أصل بعض المعارف القديمة دي. مع ذلك لو فعلا العقل يقدر يتحكم في المادة، يبقى الهايبروريين ما كانوش بس يتقنوا الأدوات البسيطة، ممكن فعلا يكونوا فاهمين الواقع نفسه بطريقة إحنا كبشر حديثين لسه ما وصلناش ليها. فيه شوية نظريات بتقول إن معابدهم ما تبنتش بقوة بسيطة أو بآلات بدائية، بدل كده بيقولوا إنهم كانوا بيستخدموا الرنين وتوافق الذبذبات والوعي والطاقة، كأنهم كانوا بيوفقوا بين العقل والعالم المادي في نفس الوقت عشان يخلقوا حاجات شكلها مستحيل. وكل ما بندرس أكثر الحكايات عن حضارتهم، كل ما شكل مدنهم بيبقى أغرب وأكثر من الخيال، لأن حسب الكتاب اليونانيين القدامى مدن الهايبروريين مش مجرد تجمع من الحجارة، دي كانت زي تصميم مقدس ضخم جدا. المعابد بتاعتهم كانت متنسقة مع حركة النجوم والكوكبات. في الأول ممكن تبان حكاية مبالغ فيها، بس لما تبص على هياكل تانية قديمة في العالم هتلاقي نمط غريب. مثلا أهرامات مجمع الجيزة بيتقال إنها متنسقة مع كوكبة أوريون، وفي نفس الوقت تخطيط تيوتيهوكان شبه درب التبانة، وهنا بيجي احتمال مقلق. تخيل لو الحضارات المختلفة دي كانت بتستخدم نفس المخطط القديم، وتخيل لو المخطط ده أصله من هايبربوريا. الموضوع بقى أكثر غموض لما بعض القصص وصفت عمارة هايبربوريا إنها كانت شبه بتنور. حسب الأساطير بعض معابدهم كانت معمولة من أحجار شبه الكريستال. الأحجار دي كانت بتقدر توصل الطاقة. تخيل كده مدينة كاملة شبه شوكة رنانة ضخمة متزامنة مع المجال المغناطيسي للأرض. وحتى في العصر الحديث في بعض الهياكل القديمة لسه بتفضل لغز لحد دلوقتي، زي الأحجار الضخمة اللي في أساسات بعلبك، أو الجدران المقاومة للزلازل في ماتشو بيتشو، وكمان الأعمدة المترصة في جوبيكلي تيبي اللي بيقدر عمرها بأكثر من 12,000 سنة. الأماكن دي بعيدة عن بعض في العالم، لكن في تشابه في الهندسة والمبادئ التصميمية بتاعتهم. ولبعض الباحثين ده مش مجرد صدفة بسيطة، لكن الغموض بتاع هايبربوريا مش بيوقف عند العمارة بس. في بعض بيقولوا إنه عندهم مواقع مقدسة بتعتبر بوابات بين عوالم مختلفة. أيوة، في معتقدات إنهم بنوا معابدهم في أماكن فيها طاقة مغناطيسية قوية جدا على الأرض. في العلم الحديث ممكن يسموها شذوذات أو مناطق ساخنة جيومغناطيسية، لكن بالنسبة للناس القدامى الأماكن دي ما كانتش عادية. بالنسبة لهم دي كانت بوابات. والمفاجئ إن النمط ده موجود كمان في حضارات مختلفة. أوراكل دلفي اتبنى فوق شق كبير في الأرض، وفيه كمان أهرامات في ميزو أمريكا موجودة على نقاط مغناطيسية. وحتى بعض الأديرة في التبت اتبنت على تقاطعات خطوط الطاقة. عشان كده دلوقتي فيه بعض الباحثين بيسألوا يا ترى لو التشابه بين الأماكن دي هو دليل على معرفة واحدة مفقودة؟ وطب لو كانت المعرفة دي جاية من هايبربوريا. بس مش العمارة والتكنولوجيا بس هم الغموض اللي سابته هايبربوريا. الموضوع بقى أغرب كمان لما جينا نتكلم عن روحانيتهم. حسب المؤرخين اليونانيين هايبربوريا كانت أرض فيها نور شبه ملوش نهاية، مكان كأنه الشمس فيه ما بتغيبش أبدا. من أول نظرة الكلام ده شكله مستحيل، بس احنا دلوقتي عارفين إن في أقصى شمال العالم فعلا في أوقات الشمس ما بتغيبش تقريبا. بالنسبة للمسافرين القدامى أكيد كان المكان ده بالنسبة لهم شبه مكان مقدس. بس حسب الحكايات مش بس الهايبروريون عاشوا تحت شمس منتصف الليل، بيقولوا إنهم كانوا بيعبدوها كمان. بيقولوا إنه كان عندهم مهرجانات بتستمر شهور وبتتوافق مع حركة السماء والدورات السماوية. وفي بعض العلماء كمان بيعتقدوا إنه نظام التقويم بتاعهم كله كان مبني على إيقاع الشمس، يعني مش الساعة اللي كانت بتحدد الوقت بالنسبة لهم، لكن الكون نفسه. تخيل كده حضارة كاملة حياتها كانت ماشية كده، مش على الشغل أو المواعيد، لكن على النجوم والشمس وحركة الكون. وممكن ده السبب اللي خلى الناس زمان يشوفوهم أقرب للآلهة.
في ناس كمان بيعتقدوا إنهم ما كانوش بيعبدوا الشمس بس كده، بالعكس كانوا حاسين إن في ارتباط مباشر بينهم وبين طاقتها نفسها. وهنا بيجي سؤال تاني محير، يا ترى لو كان ارتباطهم بالنور هو السبب في إنه عمرهم كان طويل بالشكل ده؟ لأن حسب النصوص القديمة كان تقريبا ما فيش أمراض ولا شيخوخة ولا حتى حروب. في هايبروريا اتوصفت إنهم مجتمع مسالم وما تأثروش بالعنف اللي دمر حضارات تانية. بس إزاي ده ممكن يحصل؟ في شوية نظريات بتقول يمكن كانت تكنولوجيتهم متقدمة جدا، عشان كده ما كانش عندهم نقص في الموارد، ولما ما يبقاش فيه فقر شديد أو نقص بيكون فيه أسباب أقل للمشاكل والحروب. وفيه ناس تانية بتعتقد إن تدريبهم الروحي هو السبب اللي خلاهم يسيطروا على الأنا والتنافس الشديد. وفي بعض الروايات اليونانية مش بس الهايبروريين كانوا بيتجنبوا الحروب، وكأنهم كمان بينشروا نوع من الانسجام اللي بيأثر حتى على المناطق المجاورة. عشان كده في ناس بتسأل يا ترى إيه هو مصدر السلام ده فعلا؟ ويمكن ده كمان السبب اللي بيخلي أبولو إله الشفاء والنبوءة يختار يقعد معاهم كل شتاء. في الزمن الحديث شكلها مستحيل نصدق إن فيه مجتمع من غير حروب، بس يا ترى لو كانت بينة مستحيلة بس عشان الإنسان من زمان نسي إن ده كان ممكن يحصل في يوم من الأيام. بس من بين كل الحكايات عن أهل هايبربوريا في واحدة أكتر حاجة بتفاجئ، وهي إن عمرهم كان طويل جدا. فيه روايات بتقول إنهم كانوا بيعيشوا مئات السنين من غير ما يبان عليهم الكبر تقريبا. ممكن يكون ده بس تأثير البيئة اللي عايشين فيها، هوا نظيف وظروف طبيعية. ولو في حاجة أعمق من كده، فيه بعض الحكماء القدامى كانوا مؤمنين إن الوعي نفسه ليه تأثير على شيخوخة الجسم. وعلى حسب بعض النظريات ممكن يكون أهل هايبربوريا أتقنوا طريقة يبطئوا بها التحلل البيولوجي باستخدام العقل والانضباط الروحي. في بعض النصوص بيتوصفوا إنهم خاليين من الشيخوخة والأمراض، والأغرب من كده بيتقال إنهم بيموتوا بس لما يختاروا يسيبوا الدنيا. هم مش بيشوفوا الموت كأنه مأساة، بالعكس بيعتبروه انتقال واعي لبعد أعلى من الوجود. عشان كده بدل الخوف هم بيشوفوا الموت كأنه تقبل ورحلة. دلوقتي فكر في ده، إيه رأيك لو الشيخوخة اللي احنا متعودين نقبلها دلوقتي مش طبيعية أصلاً؟ إيه رأيك لو دي مجرد عرض لمعرفة ضاعت من البشرية من زمان؟ مع مرور الوقت بقى واضح أكتر وأكتر لليونانيين إنه هايبربوريا مش مجرد أسطورة بالنسبة لهم، كانوا مؤمنين إنه ليها تأثير مباشر على ثقافة ومعتقدات اليونان نفسها. بيقولوا إنه كل سنة كان في قرابين مقدسة بتتبعت من هايبربوريا لدلفي، المركز الروحي لليونان القديمة. وزي ما قلنا قبل كده أبولو نفسه كان بيرجع لهايبروريا كل شتاء. عشان كده بالنسبة لليونانيين زمان كان مستحيل يفصلوا دينهم عن الأرض الغامضة اللي في الشمال. بس كل ما زادت قوة قصة هايبروريا كل ما كان نهايتها حزينة أكتر. تخيل كده حضارة جميلة جدا، جنة مليانة نور وهدوء ومعرفة متقدمة، وفجأة في يوم من الأيام اتبلعت بالثلج. حسب الأساطير هايبروريا كانت أرض الربيع الأبدي، بس حسب بعض الأدلة الجيولوجية كان فيه زمان تغيير كبير في أقطاب الأرض، والتغييرات دي في الأقطاب ممكن تغير مناخ الكوكب كله. فيه بعض العلماء دلوقتي بيعترفوا إن أقطاب الأرض المغناطيسية اتغيرت كذا مرة في الماضي، وكل مرة ده بيحصل بيكون ليه تأثير كبير على الطقس وعلى قدرة الأماكن إنها تكون صالحة لسكن البشر. عشان كده في ناس بتسأل يا ترى لو سقوط هايبروريا ما كانش اختفاء ببطء؟ يا ترى لو كان كارثة حصلت بسرعة جدا؟ نوع من الأحداث اللي بتسبب تجمد مفاجئ يقدر يبرد منطقة كاملة في وقت قصير جدا. وفيه بعض الباحثين اللي بيشيروا لمثال على كده، وهو الماموثات في سيبيريا، لأن فيه بعض الماموثات اللي تلاقوا ولسه في أكل ما تهضمش جوه معدتهم، كأنهم ماتوا فجأة قبل ما يلحقوا يتصرفوا. عشان كده دلوقتي في ناس بتسأل يا ترى ممكن يكون نفس اللي حصل للماموثات حصل لأهل هايبربوريا؟ يا ترى ممكن يكونوا ما اختفوش تدريجي، لكن حرفياً اتلاشوا في كام يوم بس لحد دلوقتي مفيش إجابة محددة عن إيه السبب الحقيقي لاختفائهم.
في شوية مؤرخين وباحثين بيعتقدوا إن اللي حصل مش مجرد تجمد بسيط، ممكن يكون فيه كارثة أكبر حصلت. في أساطير قديمة كتير حوالين العالم دايماً بتتكرر حكاية الطوفان الكبير، وفيه كمان حكايات عن زلازل عنيفة، نار بتنزل من السماء وفيضانات ضخمة دمرت حضارات كاملة. حتى أفلاطون ربط سقوط أتلانتس بفيضان كبير. عشان كده في ناس بتسأل، يا ترى ممكن يكون حصل نفس اللي حصل لهايبربوريا؟ في باحثين تانيين بيعتقدوا إنه ممكن يكون في مذنب اصطدم بالأرض أو حصل توهج شمسي قوي أثر على مناخ الأرض وقتها. والمفاجأة إن في قصص شبه كده في ثقافات مختلفة. في الأساطير النوردية فيه راغناروك، نهاية العالم، اللي فيها النار والتلج بيبتلعوا كل حاجة. أما في بعض أساطير السكان الأصليين لأمريكا فيه قصص عن أحجار سماوية سببت فيضان ضخم جدا. وبما إن هايبربوريا كانت في جزء من الأرض متصل بالأقطاب المغناطيسية، فيه احتمال إنهم كانوا أول ناس اتأثروا بأي كارثة كونية. وهنا بيجي فكرة مخيفة، إيه اللي هيحصل لو مهما كانت حضارتهم متقدمة برضو ما قدروش ينجوا يوقفوا قوة السماء؟ القصة دي بتوضح إن حتى أكثر الحضارات تقدماً ليهم حدود قدام حركة الكون. بس هنا الجزء المختلف فعلاً في الأسطورة، بيقولوا إن الهايبربوريين ما اختفوش تماماً. حسب بعض القصص هاجروا ونزلوا للجنوب. فيه أساطير من اليونان لحد الهند عن معلمين منورين جم من الشمال وجابوا معهم الزراعة والفلك والمعرفة الروحية. ولما علماء الآثار بصوا على بعض الحضارات القديمة في أوراسيا لاحظوا حاجة غريبة، كأن المعرفة المتقدمة ظهرت فجأة في أماكن مختلفة بسرعة جدا وفي نفس الوقت تقريبا. وللبعض الموضوع مش مجرد صدفة بسيطة. عشان كده لحد دلوقتي السؤال لسه عايش، هل فعلا حضارة هايبربوريا انتهت تماما؟ ولا الناجين منها اتفرقوا واستخبوا وراء ظهور الإمبراطوريات اللي جات بعد كده في التاريخ؟ عشان كده جزء من معرفتهم لسه عايش لحد دلوقتي وإحنا مش واخدين بالنا. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف ألغاز أكتر، حضارات مفقودة وأسرار العالم القديم. وزي ما دايما بنقول، خليك دايما فاتح عقلك، القرار ليك تقول إذا كان الكلام ده صح ولا لأ.